السلام عليكم. واحد الفيديو عاوتاني خاص بداك الدم المشروك. وقع عليه القيل والقال، وشحال من واحد كيصيفط ليا كيقول لي كيفاش رايك في هذاك المسلسل. اولا انا القناه الاولى والثانيه وهادو كنت واحد الوقت عندي درت اجتماع مع داك الحيمور ديال العرايشي، مدير القنوات العامه، مونوبول، شاد القنوات كامله هو اللي كيتحكم فيهم، مع انه عنده دبلوم ديال وزاره الجيش ديال المهندس ديال الطرق. هو ما ينفع لا في الطرق ولا في التلفازه. دونك هذاك المسلسل نرجعوا له، الا بغيت نهضر عليه تيكون مسلسل بعدا، وحتى يكون ابداع، وحتى يكون مكتوب بيد مغربيه. كل ما في الامر، والناس راه عرفوا هذا الشيء وكتبوا عليه. يعني مسلسل مسروق من الصعايده وداك الشيء ديال المصريين وداك الشيء ديال الارث، يعني قديم داك الشيء وداز عليه الوقت. انما ناض شي حمار زعما ذكي كتب على داك الشيء، وناض حمار اخر دار ليه الاخراج، وناضوا حمير اخرين عطاوهم فلوس الانتاج، وناضوا حمير اخرين داروا له الاشهار، وناضوا حمير اخرين تفرجوا فيه. هادشي اللي كاين، اللي كيبان ليا. لان نورمالمون من خص هذاك السيد الكاتب اللي كيقول لك عليه كاتب يجيب شي حاجه من دماغه. المخرج خصو يقلب على شي حاجه تكون ذكيه وكتوالم العصر، والانتاج خصو شي واحد اللي يستاهل، ماشي غير يجي يعطي فلوس الشعب لاي واحد. والجمهور المسالي قبو ما يبقاش يتفرج في التفاهات. ملي يشوف بحال هاد الاعمال المصريه تفرجنا فيها في الستينات ولا في الثمانينات، يبعد من هاد الزبالو. العنوان باين، الدم المشترك بحال دوك ولاد العم داك الشيء يعني هاد الشيء مسلسلات مصريه دابا صافي ولاو كينجح ليهم الاول داك ديال الشيخه اللي خداوه من خلي بالك من زوزو، شويه عاوتاني نايضه خداوه من الارهاب والكباب ديال عادل امام، شويه يعني. دابا ولا كيسرقوا يعني بسالوا حماضوا كلشي عاق بهم. ولكن شنو تقول لهم؟ هكا يعني دوله كتشجع التفاهه وكتشجع السرقه وكتشجع الخطف والرشوه، ما عندك ما تنتقدها. فوالا. دونك انا كيبان ليا مسلسل تافه، واللي كيتفرج فيه تافه هو كذلك. ولكن شحال من واحد غيقول لي لا راه نجح، شحال من واحد كيتفرج. ولا بغيتي هاد السيد هذيك المراه الكبيره وداك الراجل الكبير وداك الحماق والبوهالي واللي ما عندوش شغل في المغرب، فاش غيتفرج؟ ما كيفهم لا فرونسي لا اونغلي، معلوم غيتفرج في قناه مغربيه حيت كيفهم غير المغربيه. دونك ملي غادي تجي القناه المغربيه تعطيكم اختيار ما بين كاكا وخنونه، شنو اللي يقدر تاكلها؟ طبعا ما غتقدرش تاكل كاكا، غتاكل خنونه. دونك هما هادو دايرين لك مسلسل في لارطيم وواحد في الدوزيام، كتختار بيناتهم، هما ديال نفس الحمير. هذا هو اللي كاين، غتختار ما بين كاكا وخنونه. ولكن ما فاتحينش المجال للمبدعين باش يحطوا مسلسلات في المستوى. علاش ما يفتحوش المجال، يفتحوا لنا المجال والاخرين اللي يقدروا يعطيو مسلسل احسن من المصريين. ودفعت لهم مسلسل وما كيجاوبوش. ولكن هما باغيين يعيشوا هكذاك، هما باغيين يعيشوا في التخربيق والتزربيق وفي التفاهه. و للاسف وباش تعرفوا بان هذوك الناس التافهين لا في القناه الاولى والثانيه في مصر، الا داروا شي مسلسل كيبيعوه للخليج، يبيعوه لتونس، يبيعوا لينا. اقول لي المغاربه ما كيبيعوش. اذا عندهم واحد التجاره فاسده. مسلسل لا يباع، افلام لا تباع، افلامهم ما كدوش في الخارج. كيكذبوا عليكم، كيقول لكم حكا فيلم ديال نبيل عيوش ولا ما ديال كازانيغرا داز في الخارج، غير كيكذبوا عليكم. كيجي هنا كيكري القاعه، وهنا كيكريوها. حتى لا بغيتي تدخل السينما تبول فيها يكريوها لك. كتكرا ب 300 400 اورو 500 اورو النهار، كيكريوها نهار. شتي شي فيلم مغربي جلس السيمانه؟ شتي شي اوروبيين كيطلبوا افلام مغربيه؟ شتي شي قناه عارضه الفيلم مغربي الا تي في 5 كدوز شي فيلم اللي كيضحك على الاسلام وعلى الدين وعلى العزوبه وعلى كاينش؟ دونك وريني هاد المخرج اللي افلامه مطلوبه حتى في الجزائر. ياك حداكم الجزائر عمرها طلبات شي فيلم مغربي تحطو في السينمات ديالها. تونس عمرها طلبات، فرنسا، الصومال عمرها طلبوا. شتي شي مخرج مثلا انت من نبيل عيوش دار شي فيلم فرنسي؟ ولا حتى في الصومال طلبوه قالوا يجي لنا الاخراج؟ راهم عايشين ما بين القويره وطنجه، وعايشين في الدعم الاموال ديال الشعب. صافي. شكون اللي كينجحهم؟ واحد اللجان ديال الحمير، سواء لجنه ديال الحمير في المركز السينمائي او لجنه اخرين عندنا في التلفازه، جامعين فيها شي كتاب فاشلين، واحد الجورناليست فاشل، واحد النقاد ديال الزبل، وجالسين تما كيعطيو لفلان وعلان، وفي الاخر رشوه. بحال في المركز السينمائي، هاك 500 وعطينا 250، رشوه. هاك فيلم في لارطيام مثلا الدوزام ب 600 مليون، عطينا منها 40 مليون.
صافي بحال هذاك السيد اللي في مراكش مول الزيتون فركوس. واش دابا هذاك المخرج واش كذا كاتب واش راه باين ليكزومبل غير كيعميكم الله. كيخرجوا شي حمير ما قاريينش، الناس ملي كانت كتقرا كيهربوا من المدرسه. كيقول لك اودي راه هذيك بوطازوط تقنات الدور. هي عندكم مع ممثل واحد اللي كتقن الدور، ما عندكمش ممثلين اخرين، ما كاينش ممثلين نهائيا. كاينه وحده كتقن الادوار ديالها، وهي كاع اللي نفرد تقنات الدور ديالها، وهي اللي نفرد عندها دبلومات ديال المسرح، وهي اللي نفرد هي البطله. ايوا الممثلين الاخرين شنو؟ ما يعيشوش، ما يخدموش. تخدم غير هي، تخدم في سميتو في لاله العروسه، تخدم في مسلسل، تخدم في دانون، تخدم في الاشهار، تخدم في الافلام. غير هي تدخل كل حاجه، تدخل منها 20 مليون، تجمع 120 مليون تعيش مع راسها. والاخرين ما كيعرفوش يتقنوا الادوار، ما كيعرفوش مساكن. كاينه غير وحده عندكم، وحده اللي كاينه بوطازوط ورشيد شو، هادو جوج اللي كاينين، ولا داداس ولا هادو اللي كاينين صافي، هما اللي خصهم يمثلوا، هما خصهم يبقاو. علاش؟ حيت كيقنعونا بادوار. الله يهديكم. انا نعطيكم دابا واحد الممثل كاع ما كيبغيو يعيطوا له قليلا، شوقي من بني ملال. يلا علاش ما يعيطوش له؟ فنان كبير، ما يعيطوش له حيت بعيد على كازا ولا الرباط، وعدد ديال الممثلين. يلا عمر الخيراوي، هند ضافير، بيس، عدد ديال الممثلين ديال يسمحوا لي ما ذكرش الاسماء ديالهم، ما بقيتش عاقل، مي موجودين كيعيطوش ليهم. اشنو دايرين كونطرا ابديه مع بوطازوط، وجالسه تما كتريني مع راسها. انا ما كنقولش ناقصه، ولا كنقول مجتهده كتمثل، ولكن راه الناس باغا تعيش، باغا تاكل طرف الخبز، ما تبقاش شاده. انه كاين الملل، نشوفوك في لارطيم نحلو الدوزيام نلقاوك، واخا تكون انت عادل امام. راه عادل امام لا خدمنا عليكم في القنوات كامله يطلع لكم في راسكم. ولذلك خصو وجوه جديده، والناس كتبان، والناس كتخرج من المدارس. وهذاك المدرسه اللي عندكم تما المسرح كتخرج عباد الله، شنو يمشي يبيعوا الكفته؟ حيت بوطازوط مجتهده، وحيت كتقول الادوار. فراه ما عندناش جمهور، بعدا ما عندناش جمهور مثقف اللي كيعرف اش من دور، اش من دور تقنات. ديال شاد الدور اللي تقنات غير يقولوا لي دارت طارزه، دارت تيتانيك، دارت شنو ديال المراه ديال عروبيه. هذا هو الدور اللي تقنات، ديال وحده مديره عينها بيضاء وجالسه كتغوت من نقول داكشي من المصريين، ولا داكشي ديال المهرجين، ديال داكشي ديال سعيد الناصري كيهضر على الدوله ويهضر على بواحد الشكل سطحي. ما عارفين نتوما التلف اللي كتهضروا عليه. نتوما كالشعب بعدا خصكم تعرفوا واحد القضيه. نتوما واحد الجمهور ديال النزار وديال ساريكور وديال طالوني وديال الياس المالكي. وراك شو الياس المالكي فين طالع درجات، واحد النهار يعطيوه وزير. هنا تعرفوا راسكم معطلين ومتاخرين مزيان. فلا يهمني الراي ديالكم، راه تقلات الدور بوطازوط، خليها عليك، خليها تخدم وانا شاده. نتوما ديال الياس، المستوى ديالكم ديال الياس المالكي اللي كيطلع يقول قلت الحياه، ويهضر في الجنس، ويهضر في ويكوز على عباد الله ويعرق زيبته. وراه دابا رئيس ديال، غدا تسمعوا رئيس ديال التنس، وغدا تسمعوا وزير ديال الرياضه ولا ديال الثقافه، ماشي بعيد. فهاكا غتبقاو كتفرجوا في التفاهه لانكم تافهين، لان التعليم ديالكم ناقص، لا فنيا ولا ثقافيا. ولهذا انا كاع خرجت من ديك البلاد عندكم كاع، قلت لكم سلامه باي باي. الى هذيك التفاهه على مستوى كبير عليكم، باش غادي نجلس تما نبقى نشرح لكم كيفاش علاش هذه بوطازوط كتخدم، ويخرج ليا واحد حستيها كرهتيها. قال لك راه حستيها كتهضر عليها، ما لقيتش شغل. انا حسيت انا وحده كدير في شي ادوار ما غيبقاوش بعدا، هذوك الادوار عام جاي تمحاو. يلا باقي شي واحد كيتفرج دابا في المسلسل اللي داز الشيخه، ياك دارت الشيخه، باقي شي واحد كيتفرج فيه ويناقش فيه. المسلسل اللي داز كيموت. لكن في المقابل كاين ناس باقي كتفرج في تيتانيك، باقي كتفرج في دي كوموندمون، باقي كتفرج في دي شداف، باقي كتفرج في عادل امام. ولكن المغاربه مساكن اللي دار شي خريه كينساها الجمهور. علاش؟ حيت تافهه، بسيطه، مسروقه، وغتبقاو هكاك مكلخين. حيت كون كان هذاك الفن عندكم راقي، كون راه كنتو نتوما رقيتو، وليتو كتعرفوا تختاروا بين هذا وهذا. ولكن مادام عاطينكم اختيار بين كاكا وخنونه، انا ننصحكم خذوا الخنونه احسن لكم. تهلاو ليا في راسكم، تفرجوا في الشيخه، تفرجوا في الدم المشروك ولا ما عرفتش داك الهم، تفرجوا في الافلام مسروقه وكل شيء مسروق. انتم راكم مسروقين بعدا اصلا، شي العقول ديالكم راه مسروقه، حتى واحد ما عنده شي راي ديالو. تهلاو ليا في راسكم.